طب أنا هامشي مع الطرح ده بتاع الأستاذة ميادة، وهاقول الدكتور يشتغل في الحكومة ببلاش عشان دي مهنة سامية، والحكومة صرفت عليه، ويطلع قرار إن الكشف بتاعه في العيادة يبقى 10 جنيه بس. طب 10 جنيه في 30 كشف، طب معرفش منين يجيبوا ال30 كشف ده، هيعمل 300 جنيه في اليوم، يعني في 30 جنيه يبقى 9000 جنيه في الشهر. 9000 جنيه في الشهر، هل دي تفتح بيت أساسا يا جماعة؟ الحاجة التانية، هو الدكتور بيفتح عيادة بعد كام سنة من التخرج؟ المتوسط العام ما بين 16 ل20 سنة من دخول الكلية، أو يعني 10 ل15 سنة ما بين ما يتخرج، مش ما بين ما يدخل الكلية. ده لو ماشي كويس. أنا عن نفسي خدت البكالوريوس في 2003، خلصت الامتياز في 2005، فتحت عيادة 2015 بعد 10 سنين من تخرجي الرسمي، وبعد أكتر من 16 أو 17 أو 18 سنة من دخولي كلية الطب. الحاجة التانية، الدكتور عشان يوصل ل30 كشف في اليوم محتاج كمان 10 15 سنة فوق المدة الأولانية اللي قعدها عشان يفتح عيادة. فيعني على بال ما يوصل للأرقام دي هيكون بالفعل تعدى مرحلة، يعني 5 ويمكن 50 أو 50 55 سنة، يعني هيكون داخل على المعاش خلاص. الحاجة التالتة، هو السامية دي ما بتشتغلش غير في الطب بس، يعني سامية تعبت منكم والله يا جماعة. طب وليه المدرس ما يشتغلش مهنة سامية ويشتغل من غير مرتب؟ وليه أي حد في أي مهنة ما يشتغلش من غير مرتب؟ ما الحكومة صرفت على المدرس وعلى الدكتور وعلى المهندس وعلى كل الناس دي اتصرف عليها. ليه بقى اشمعنى الدكتور هو اللي اشتغل ببلاش؟ المجتمع المصري فيه حتة عجيبة جدا، معرفش اسميها حقد، اسميها يعني نفسنة، اسميها اي حاجة بقى معرفش اسميها يعني ايه. دايما شايفين الدكاترة ان هم جزارين، وان هم شايفين الدنيا كلها واكلين البلد كلها، في حين انه يعني نسبة الدكاترة اللي هم بنوا عمارات مثلا والخمسة عين بتوع الدكاترة زمان لا تزيد عن 5% النهارده من الأطباء الموجودين. أنا يعني أكاد يعني أجزم إن في أطباء مستحقين للزكاة حاليا، بالذات من حديثي التخرج. الحاجة التالتة بعد كده أو التانية، إنه يعني هناك تناقض شديد بين لهفة كل المصريين إن يدخلوا عيالهم كلية طب ولو بالغش والتزوير والخداع حتى لو قدراتهم ما تسمحش بكده، وبين النظرة السلبية لمجتمع الأطباء وكأنه مجتمع من الهليبة والحرامية. فمش عارف يعني، ربنا يهدينا كلنا.